الله ربي، بالله عليك ده سؤال. في حد في مصر او في العالم العربي كله ما عرفش سعاد حسني؟ اوه، لعلم سيادتك انا هنا في السينما من زمان خالص، وبالتحديد من سنة 1945 أو 48 زي كده، واشتغلت في جميع الاستوديوهات: استوديو مصر، استوديو الأهرام، استوديو نحاس، استوديو جلال، استوديو نصيبيان. ولعلم سيادتك أنا حضرت أول ما جات سعاد حسني، وكان اللي يقدمها الأستاذ الكبير عبد الرحمن الخميسي، وقدمها في أول فيلم بطولة مطلقة حسن ونعيمة من إخراج عمنا الكبير بركات. وبسم الله ما شاء الله الفيلم نجاح منقطع النظير، خلت كل المنتجين أيامها يتعاقدوا معاها، والمخرجين الكبار يبتدوا يحجزوها عشان أفلامهم اللي جاية، زي مثلا الأستاذ صلاح أبو سيف، الأستاذ يوسف شاهين، الأستاذ حسام الدين مصطفى، وكمال الشيخ، والأستاذ فتين عبد الوهاب، والأستاذ نيازي مصطفى، وعاطف سالم، والأستاذ حسن إمام. اشتغلت مع كل الناس دول، وحتى بعد كده اشتغلت مع الجيل الثاني، ايوه، زي الأستاذ سعيد مرزوق، والأستاذ محمد خان، والأستاذ محمد فاضل، والأستاذ سمير سيف. هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه عن سعاد حسني؟ يا سلام، هي الست دي اللي المفروض يتقال عليها الفنان الشامل. وعندك مثلا قصاد مننا اهو فيلم خلي بالك من زوجته، فيلم استعراضي، لو رقصت تبهرك، ولو غنت تطربك، ولو مثلت اي شخصيه تصدقها. اسال عليها بلطات الصوت الغرام، اسال عليها الكاميرات، اسال عليها الكشافات، اسال عليها الابولو، لو نطقوا هيقولوا لك ما فيش غير سندريلا واحده، سعاد حسني.